تعال افكرك في 24 ديسمبر 91 ايه اللي حصل. زي ما قلت لكم قبل كده انا بحاول استغل اي تاريخ ليه ذكرى ان انا افكر الناس بلاعب معين او احكي عن قصه لاعب معين سواء بتاريخ وفاته او بتاريخ ميلاده. النهارده الذكرى بتاعتنا ذكرى وفاه محمد التبعي او السيد الدزوي. الجيل القديم معانا او الناس اللي قاريه تاريخ كويس هتعرف مين كابتن سيد الدزوي. كابتن سيد الدزوي احد اعلام النادي المصري، وكمان لعب في النادي الاهلي لفتره كويسه، واحد اعلام منتخب مصر واساطير الكره المصريه، ومن القلائل في الكره المصريه اللي دخلوا نادي المئة في الدوري المصري. ابتدى كابتن سيد الدزوي لعبه في بورسعيد في مدرسة النيل. بعد كده راح نادي المصري، لعب في النادي المصري، وصل لنهائي كاس مصر 3 مرات، وخد كاس القناة 6 مرات. بعد كده بعد العدوان الثلاثي في سنة 56 انتقل للنادي الأهلي، خد مع النادي الأهلي الكاس، وخد الدوري المصري مع النادي الأهلي برضو 4 مرات. دخل نادي المئة، كان هو الترتيب رقم 3 بعد الكابتن حسن الشاذلي وبعده حسام حسن، هو رقم 3 في هدافين الدوري المصري. حقق الرقم دوت بان هو كان هداف الدوري المصري 4 مرات، 3 مرات مع النادي المصري ومره مع النادي الاهلي، وكان مجموع اللي سجله 127 هدف، وده اللي خلاه يجي ثالث في ترتيب هدافين الدوري المصري. السيد الدزوي احد اساطير الكره المصريه، وكان لازم نتكلم عنه حتى لو بنبذه صغيره. انا كده خلصت كلامي النهارده، اشوفكم بكره. تعال افكرك.